السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا وسريعة، ما عملتهاش قبل كده معاكم في القناة. ان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم، واتمنى في بداية الفيديو لو كنت اول مرة بتشوفيني في القناة تضغطي لي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واللايك والشير، واهم حاجة اللايك يا بنات. وتعالوا بقى مع بعض نشوف الوصفة ازاي، خليكم معايا. اول حاجة يا بنات، انا معايا فلفل رومي متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حبة حامي ماشي مفيش مشكلة. ومعايا كمان بصل مبشور اهي على قد كمية اللحمة اللي معايا، يعني لو نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل، لو كيلو يبقى كيلو، وهكذا. اللحمة مبدئيا لازم يكون فيها نسبة دهن، وهي كمان باينة اهي في الكاميرا اهي، متكونش حمرا كامل، لان دي برضو اللي بتبقى موجودة في المحلات او في ايه، في الحواوشي اللي بنجيبه من بره عموما. تمام. وان شاء الله برضو المكونات هنقولها مع بعض واحنا بنشتغل. التوابل، ومعايا كمان العيش البلدي الجميل اهو، يستحسن يكون مش مستوي سوا كامل زي ما انتم ما شايفين كده اهي. بصوا عشان بس هيكمل سواه في الفرن وما يتحرقش منك ويبقى شكله مش لطيف. يعني ايه لما تروحي تشتريه تقولي له انا عايزه بس عيش للحواوشي، على اساس ايه ما يدولكيش مستوي من الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا طبعا اول حاجه هنزل بيها البصل المبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان هنزل بالفلفل المتقطع مكعبات، وهقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم على معلومه يا بنات، اللي هي الطماطم. انا ما بحطش في الحواوشي طماطم خالص خالص. ليه بقى؟ بحسها بتبوش العيش مني، وكمان ما بتبقاش لذيذه يعني بصراحه. فاللي حابب يحط طماطم يحط، بس طبعا تنزعي منها الايه، البذره بتاعتها اللي بتبقى كلها ميه دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هحط الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي. وكمان معايا بهارات، وفيها طبعا برضو فلفل اسود، وفيها كمون، وفيها كزبره. ولو عندك بهارات حواوشي حطي. حابه تحطي شطه برضو براحتك، دايما بقول في الفيديوهات الشطه حسب الرغبه. وهقلب برضو الايه، التوابل كده مع المكونات بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا بقى العيش البلدي اهو يا بنات زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو. وهبدا كده افتحه بايدي، مش محتاجه حتى ان انت تفتحيه بسكينه او اي حاجه، او زي ما بتحبي. فتحه مش كبيره قوي، يا دوب بس اقدر ايه ادخل فيها كميه الحواوشي بتاعتي، كميه اللحمه. واحده كمان معاكم بسم الله. حلو كده.
نفس النظام برضو ايه كل الكمية بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دلوقتي يا بنات هبدأ احشي العيش بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي. معلقة كده من اللحمة، وابدأ كده ايه اوزع اللحمة في كل العيش، بحيث برضو ان كل العيش يبقى واخد لحمة، ما تبقاش ايه حتة فيها عيش وحتة لأ اهي. تأكدي بس تماما بالشكل ده، وتضغطي عليه كده. اعمل كمان واحد معاكم. بصوا بالشكل ده يا بنات اهي. تأكدي بس ان كل العيش واخد لحمة منك، وهخلص بقى كل الكمية بتاعتي وارجع لك، خليكي معايا كده يا بنات. انا عملت كل كمية العيش اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ودلوقتي بقى ايه هبدأ احط شطة، طبعا مش هحط في كل العيش ده، انا بس المعلومة دي اللي مش حابب يحط اهي الشطة في الحواوشي كله عامة اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي. بس كوني بس معلمة الرغيفة اللي فيها الشطة والرغيفة اللي ما فيهاش بالشكل ده اهي. بصوا كده فيها، ودي كمان فيها اهي، عشان برضو يبقى عندك ايه عندك دي ودي اهي، الاتنين دول مفهومش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده يا بنات انا معايا الصاج اهو اللي هيدخل الفرن. حطيت فيه سمنه مدهونه ماده دهنيه اهي، ويستحسن سمنه بلاش زيت عشان بينشفوا شويه. وهبدأ بقى كده ايه بسم الله ارص الحواوشي بتاعي فيه بالشكل ده. تقدري برضو تسويه على الطاسة، بس انا بصراحة بحب تسوية الفرن. وكمان هاجي برضو بالسمنة اهي على وش العيش من فوق واديله سمنة. في المرحلة دي بلاش تكتري، لان طبعا اللحمة بتنزل المادة الدهنية اللي فيها عشان ما يبقاش تقيل يعني. خلص بقى كل الكمية دي وهدخله الفرن على درجة حرارة 180. ولو بتحبيه طري مش ناشف، اول ما يخرج من الفرن تغطيه. خلاص كده. وعندي الحواوشي بيستوي في الفرن يا بنات، قلت اما اعمل معاكم شويه سلطه خضراء بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عندي خيار وطماطم وجزر وبصل، طبعا حسب الرغبه برضو. لو في ناس ما بتحبش البصل يبقى بلاش خالص منه. تقدري كمان تقدمي معاه اللهم صل على سيدنا محمد
بطاطس محمره او سلطه طحينه زي ما تحبي. بس عامه السلطات بتبقى حاجه خفيفه برضو جنبه. دلوقتي هنقطع بس الطماطم اهي. عايزه اقول لكم التقطيع على الايد كده اسهل بكتير قوي من القطاعات والكلام ده. اي بقى تقطيع عشوائي انتي بتحبيه للسلطه بتاعتك. واقطع بقى البصل اهو. وهبشر بقى الجزر. بحب دايما ابشر الجزر في السلطه، ما اقطعهوش يعني. دلوقتي بقى بشرت الجزر اهو يا بنات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. السلطه خلاص جاهزه اهي يا بنات. لو عندك بقى بقدونس حطي. هجيبها بقى تقلبتين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط لها معلقه من الخل عشان بس طعم البصل. وكمان عصرة ليمونة وشوية من الملح. بس كده وتاكلي احلى طبق سلطة في الدنيا. خلاص يا بنات الحواوشي خرج اهو من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اوريكم من جوه. بصوا حاجه تفتح النفس. زي ما قلت لك لو انت حابه ان هو يبقى طري تغطيه اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حاجه كده وهم. وكمان فرحت معاكم واحده اهي عشان نشوفها برده مع بعض اهي. بصوا ومستوي من جوه ومقرمش من بره. بصوا وطعمه في منتهى الجمال. وكمان مع السلطه الخضراء اللي احنا عملناها مع بعض اهي. ومعانا سلطه الطحينه اهي برضو. ومعانا شويه مخللات. ودي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبك. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واشوفك في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله.